كل عام وانتم بخير. رمضان خلاص على الأبواب، يوم ولا يومين. كل سنة وانتم طيبين وفي صحة وسعادة، وإن شاء الله يكون شهر كله خير وبركة ويعدي علينا جميعا في صحة وفي سعادة. كلمنا كتير قبل كده عن صيام شهر رمضان، وأرجو أنكم تشغلوا الريلز وتشوفوا الكلام اللي نزلناه قبل كده في رمضان اللي فات عن صيام شهر رمضان بالنسبة لمريض السكر من النوع الأول والنوع الثاني. كان فيه تعليمات وفيه احتياطات وفيه نصائح كلها مهمة. صحيح هي كانت نصائح عامة واحتياطات عامة، ولكنها مهمة جدا بالنسبة لمريض السكر. بتفيده وبتخلينا نقدر نشوف لو احنا قادرين على صيام شهر رمضان انه الشهر ده يمر علينا بسلام بدون ما نعرض جسمنا لمخاطر الارتفاع الشديد في السكر او الانخفاض الشديد او التعرض للجفاف او فقد في سوائل الجسم او اضطرابات في نسبة المعادن زي الصوديوم والبوتاسيوم اثناء شهر رمضان. لكن المرة دي أنا عايزة أقول إنه كل مريض من مرضى السكر هو حالة متفردة، مفيش 2 مرضى زي بعض، سواء في طريقة الأكل، في نوع الأدوية اللي بياخدها المريض، في التزامه، في استجابة جسمه لهذه الأدوية والتظبيط أكله، وبالنسبة للتحاليل حتى اللي بيعملها المريض مفيش مريض زي التاني. نسبة السكر التراكمي، الكوليسترول، صورة الدم، نسبة الهيموجلوبين، وظائف الكلى، حالة القلب، شبكية العين، يعني ما فيش مريض زي التاني بنسبة 100%. وبالتالي بالرغم من ان في نصائح عامة يجب على مريض السكر انه يتبعها، الا انه كل مريض لازم يزور الطبيب المعالج ليه عشان يعرفوا الدكتور هل هو يصح انه يصوم ولا لأ. طيب في حالة ما اذا كان هيصوم، ما هي التعديلات اللي المفروض يعملها له سواء في نظام الاكل او في الادوية اللي بياخدها. زي ما اتفقنا احنا مش عايزين المريض يتعرض لا ارتفاع ولا الانخفاض. فالمريض اللي بيستعمل الميتفورمين او الجلوكوفيج غير المريض اللي بيستعمل الجلوكوفيج مع دايماكرون، غير المريض اللي بيستعمل الانسولين، غير المريض اللي بيستعمل الانواع الاخرى من الادويه. وبالتالي المريض اللي داخل عليه شهر رمضان لازم من الاول يصوم بموافقه الدكتور بتاعه، يعني يستشير الدكتور. ثانيا الدكتور قالك اوكي ممكن تصوم، طب ايه هي التعديلات اللي ممكن اعملها؟ يعني على سبيل المثال احنا بنخاف قوي من الحبوب زي الدايماكرون والاميريل والنوع ده من الادويه اللي بنسميها السلفونيليوريا، بنخاف من الانسولين اثناء الصيام، فلازم الادويه دي يتعمل فيها بعض التعديلات، خاصه اذا كان المريض مستوى السكر عنده منضبط جدا. طيب إذا كان بياخد الأدوية دي ومستوى السكر عنده غير منضبط، لا ده موضوع تاني محتاج إنك أنت تاخد رأي الدكتور بتاعك. طب حالة تانية، أنا السكر بتاعي منضبط وباخد الأدوية لكن أنا ما بقدرش ألتزم في صيام رمضان، يبقى لازم برضو هتقعد مع الدكتور بتاعك وتتناقش معاه، هيعرفك تقيس السكر بتاعك إمتى وإزاي، وعلى حسب قراءات السكر يا ترى هيكون في تعديلات في الأدوية اللي بتاخدها. عايزة أقول لكم إنه في بعض المرضى مش بيحتاجوا إن إحنا نعدل لهم الأدوية بإننا ننزل الجرعات، لأ ده في ناس مع صيام رمضان بتحتاج إنها تزيد الجرعات. فزيارة الدكتور المعالج اللي أنت بتتابع معاه مهمة جدا لصحتك وسلامتك أثناء شهر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين.